طول عمر مصر مقبرة للغزاة، واللي ما يعرفش لازم يعرف. طول عمر مصر عمرها ما اتعدت على حد من جيرانها، ولا أكلت حق حد ولا أخدت حق حد. مصر طول عمرها تعرف القيم والمبادئ، واللي أي حد بيجي ويعيش جواها بيدوب فيها مهما كان. جاي بمخططات، جاي بحكايات، لازم يدوب فيها. ليه؟ ما حد يسألني ويقول لي ليه يدوب فيها؟ لأن ده أمر رب العالمين. دي الأرض المباركة اللي باركها رب العباد وخاطبها على لسان سيدنا موسى. كلنا عارفين ده، الكلام مش جديد علينا. فبالتالي احنا بس عايزين نعمل قوانين تليق بينا وتليق بالزمن ده. يا صحبات القرار في مصر، عايزين قوانين تتماشى مع العصر، تتماشى مع المرحلة الرابعة والخامسة اللي هم بيعملوها، المخططات الرابعة والخامسة والحاجات دي والستة، وهم شغالين علينا شغل جامد قوي. لان كلنا عارفين طبعا الجماعة الكبيرة قوي اللي ماسكة العالم دي بتلعب بكل الدول زي الشطرنج كده، ده الاول وده التاني وده التالت يعني. بتدي، ما هياش امريكا، ما هياش بريطانيا، لا دي جماعة كلنا عارفينها. اللي عليها، اللي عاملة علم عليه اهرامات مصر، اللي عليه اهرامات مصر. خدوا بالكم من الجماعة دي، الجماعة دي اللي بتجذب الشباب الصغير والبنات، الجماعة دي اللي بتعمل كل المخدرات الكيميائية اللي بتدمر بيها البشرية. الجماعة دي اللي عايزة المليار الذهبي. خدوا بالكم الكلام. ربنا يسعدنا ويسعدكم وينصرنا وينصركم كمان وكمان عليهم يا أهل مصر والوطن العربي الشريف، أهل الكرم والقيم والمبادئ. احنا بندعي لكم من قلوبنا ان ربنا يحفظكم ويستركم دنيا ودين. نهاركم جميل.